تحقق بعد ضرب الأهلي دفاعات الزمالك بكرات طولية، لكنه أوقات بيكون سلبي وجماهير الأهلي تمني النفس أن يكون سلبي هذه المرة. في الدفاع محمود الونش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد، وفي الوسط إمام عاشور ومحمد أشرف رؤى وسيد نيمار وأحمد فتوح، وفي الأمام الثلاثي أحمد سيد زيزو وبن شرقي وسيف الدين الجزيري. قد يبدأ المسلوسي على حساب سيد نيمار. نقاط القوة في الزمالك، أول حاجة هي أهم حاجة بالنسبة لي، شيكابالا في كل مباريات الأهلي والزمالك الأخيرة كان ليه بصمة قوية جدا، سواء عن طريق إحراز هدف أو صناعة هدف. شيكابالا لو بيلعب قصاد لعيبة قلب به كورة هتبقى عارفة إنه هيحط الكورة تحت رجله وهيحاول يدخل للقلب ويشوط في البعيدة أو يعمل كرة عرضية على الطرف الآخر من الملعب لبن شرقي أو أي لاعب آخر. معرفش بقى ليه لعيبة الأهلي كل مرة بتلعب قدام شيكابالا بتلعب وكأنها أول مرة تشوفه. شيكابالا بأقل مجهود تقدر توقفه، راجل عنده أكتر من 36 سنة، يعني بدنيا تعبان، وهي دي الحاجة اللي بيعرف يعملها. بس إزاي مش عارف توقفه في كل الماتشات اللي فاتت؟ هيجي إمتى اللاعب اللي زي حسام عاشور اللي يحط شيكابالا في جيبه؟ لعيبة الأهلي محتاجة تلعب بجدية أكبر على شيكابالا وما تخافش إنهم يترقصوا. حاسس إن اللعيبة بتخاف تدخل عليه يترقصوا والجماهير تفضل تتكلم عن الترقيصة دي بعد المباراة. الكرة ما فيهاش الكلام ده، اللي خايف يخش على شيكابالا ما يلعبش أصلا، لأن لو شيكابالا سجل مرة تانية في الأهلي بنفس الطريقة يبقى لاعبي الأهلي بتستعبط. أنا لو كنت مكانهم هدخل بكل قوة وعادي جدا يرقصني مرة مثلا، إيه المشكلة؟ المهم إن أنا بدخل برجولة عليه وما بخافش، ومليون في المية هو مش هيعرف يعدي إلا مرة ولا حاجة، والمرة دي هدخل عليه تاني وهقطع الكورة برضه. هي دي الكورة. لكن لو وقفت اتفرج عليه وهو بيعمل اللي هو عاوزه يبقى قعدة البيت أولى بيا، ودي رسالة للاعبي الأهلي مش مجرد تحليل لأهداف شيكابالا في الأهلي. تاني شيء الكور العرضية على الطرف الآخر من الملعب. الزمالك دايما بيخترق من الأطراف ويلعب العرضية على الطرف الآخر تماما. لو حد لاحظ المباراة الأخيرة بيننا، شيكابالا لعب الكرة على الطرف الآخر وبن شرقي سجل منها هدف، والجول بتاع شيكابالا كان بنفس الطريقة تقريبا. كان يوسف أسامة نبيه على ما أعتقد عدى من اليمين ولعبها على الطرف التاني لشيكابالا اللي سجل بكل سهولة. تالت شيء التسديد من خارج ال18 عن طريق إمام عاشور، سلاح مهم جدا في وسط ملعب الزمالك. إمام وكل كام ماتش ليه هدف، لازم نقفل قلب الملعب بشكل كويس جدا ولا نمنحه أي فرصة للتسديد. في آخر مباراة للأهلي والزمالك كان قادر إن هو ينهي المباراة لصالح الزمالك، ولكن الكرة جت في العارضة. مش مسموح بالأخطاء الساذجة دي تاني، والكاس بطولة مهمة جدا وضروري للغاية التركيز لحصدها. إمام في مباراة سيراميكا كليوباترا كان سبب كبير في فوز الأبيض بسبب التسديد، بعدما سجل واحدة وتسبب في الهدف الثاني بعد تسديدة قوية جدا اتردت من الحارس. آخر حاجة الهجمات المرتدة، لو فيريرا لعب بطريقة المباريات تكسب ولا تلعب يبقى هيلاعب الأهلي على الهجمات المرتدة، ووقتها بقى دفاع الأهلي لازم يخلي باله جدا من تحولات بن شرقي وزيزو وسيف الدين الجزيري اللي بيقدروا يهربوا من الرقابة اللي عليهم وبيفضوا نفسهم ويستغلوا سرعتهم بشكل كويس جدا. نقاط الضعف في الزمالك، رقم 1 الكرات العرضية، عندهم أزمة في التعامل مع الكرات العرضية وبتمثل ليهم أزمة حقيقية. وجود ثنائي زي حسام حسن ومحمد شريف في التشكيل الأساسي للأهلي سيزعج كثيرا دفاع الزمالك. الكرات العرضية هتكون سلاح مهم في المباراة وقد ينجح الأهلي من التسجيل من خلالها. تاني شيء هي الجبهة اليمنى للزمالك. الجبهة اليمنى للزمالك نقطة ضعف كبيرة، سواء شارك المسلوسي أو سيد نيمار أو حتى حازم إمام، والثلاثي ضعفاء على المستوى الدفاعي، وأمام لاعب مميز في الواحد على واحد زي أحمد عبد القادر هيعانوا بشكل كبير. عبد القادر مطالب بالتركيز في المباراة دي والإيجابية بشكل أكبر على المرمى، ومطالب بأنه لو اتيحت له الفرصة أن يدخل لجوه ويشوط في البعيدة لازم يعمل كده بدون تردد. آخر شيء وهو اللعب في ظهر دفاع الزمالك وتحركات محمد شريف وجوده ضروري في المباراة، لأن دفاع الزمالك بيتقدم للأمام وبتكون في ظهره مساحات كبيرة، ومحتاجين مهاجم سريع وذكي في التحركات علشان نلعب له كرات طولية، وشريف بيتميز بالحاجات دي ومحتاج بس يظبط الفينش عنده ويسجل. لو تفتكروا في آخر مباراة قمة بينا كان محمد شريف سجل جول بكرة طولية عن طريق رام ربيعة. ده كل شيء أقدر أتكلم عنه في المباراة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأتمنى تشاركونا بتوقعاتكم لنتيجة المواجهة.